كيف؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. أخبارك إيه؟ عامل ايه؟ بس رايق. ايه الاخبار؟ الحمد لله. كله تمام؟ الحمد لله والله منور الدنيا. ربنا يخليك يا رب. ايه الاخبار؟ كنت مرعوب ليه؟ وكنت في تنشن من النوم، مش عارف انام. ماشي على التعليمات مظبوط، كل حاجه تمام الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. كان اصعب حاجه بالنسبه لي العمليه، ما حسيتش بيها. الحاجه الوحيده اللي حسيت بيها البنج، العمليه ما حسيتش بيها، الشيش ما حسيتش بيه، رحت البيت ما حسيتش بيها حاجه، كل اللي حسيت بيه ان انا ما كنتش عارف انام كنتش عارف تنام ليه طيب؟ عشان جنبي بس، عشان خاطر اروح العمليه. انت غير كنت كده- نايم على ظهرك. لا غير كده كنت متوقع حاجه خالص. انت متخيل ان انا بقالي 4 سنين متردد ان انا اعمل العمليه دي؟ ليه كده؟ لا 5 سنين، من 2020 من كورونا. ليه رحت كده؟ حلقتها مره واحده مش شهر ما طلعش تاني، ووقتها متردد ان انا اعمل عمليه. طب ايه اللي كان مخوفك اكتر حاجة في العملية؟ اللي كان خوفني زي ما قلت لحضرتك قبل كده، الموضوع اللي هو الجهاز اللي هو بتاع التخريب في الدماغ، الشنيور، التخريب في الدماغ. الامبريشن صعب، موضوع صعب يخوف. شوف الناس اللي زرع بلاقي ورم على وشهم نازل على عينيهم. انت الحمد لله مش وارب خالص. بتفرج على فيديوهات الناس كلها في مطار تركيا قاعده، كل واحد قاعدين صف جنب بعض، كل واحد واخد دماغه ووشه وارم. لا الموضوع طلع مختلف تماما الحمد لله. بجد والله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ومشيت على الستبس باي ستبس. عايش. بس الغلطه الوحيده اللي انا اتفقت عليها قلت لك ان انا عملت ايه؟ شربت سيجاره قبل ما اطلع، وده انا عارف ان هو غلط، يعني انا عارف ان هو غلط وبيطلع عليا انا عارف. دي حقيقة. تمام. بس احنا ممكن ان شاء الله هتلاقي ماشي على التعليمات والله بالظبط زي ما حضرتك قلت لي، أيوة، والشامبو والجلسات اللي قلت لي عليها بتاعت الغسيل، بالظبط. عليها منتظم 100 100 اللي حضرتك قلت لي عليها مش عارف بالظبط. طيب انا عايز اسالك سؤال، انت يوم العمليه يعني في وسط العمليه كده كنت حاسس مثلا اللي هو انا خدت القرار الصح ولا يا ريتني ما زرعت؟ انا في وقت العمليه ما كنتش حاسس باي حاجه، كل الموضوع كان بالنسبه لي كان فيه ضحك وفيه هزار. يعني هو الوقت طول، يعني أيوة. حاجه من الساعه 7 ل 4 تقريبا. تقريبا الوقت طول قوي، بس ما حسيتش بالوقت. يعني هي كانت اصعب حاجه بالنسبه لي بصراحه، وطولت معايا عشان أنا لما كنت بتمرن وكده والجيم، موضوع الاختطاف ان انا افضل نايم على وشك. على وشي. دي ده رخمه. كانت دي كانت اصعب حاجه بالنسبه لي. بس ايه يعني مع البريك كل شويه، وهاي كل شويه تروح تجيب لي عصير وتجيب لي باتيه وتقعد تدلع فيا. دلعت بصراحه مش هكذب عليك. حبيبي والله حبيبي. والله حبيبي.